أهلًا بيكِ، اتفضلي. في يوم وصلتني رسالة من بريد إلكتروني من شخص بيقول إن هو اخترق جهازي وصورني من الكاميرا، وأنا مش واخدة بالي، وطبعًا في البيت باكون قاعدة لوحدي، وهددني إن هو هينشر الصور دي بالفيديوهات لو ما دفعتلوش مبلغ من الفلوس يعني. المشكلة إن أنا وصلت لصاحب التليفون اللي بيكلمني واكتشفت إن هو واحد من صحاب أخويا الكبير. طيب بُصّي يا سلمى، أنا المشكلة دي لو يعني سمعتها من أي حد تاني، كنت هاقول إن اللي هو أخدوا بالكاميرا بتاعة الموبايل ده صور يعني مستبعدة شوية إن صورة حد بيشتغل على اللابتوب، واحدة بتشتغل على اللابتوب أقصاها لو مش محجبة هتكون قالعة الإشارب يعني. يعني لو بتلبس بكُم طويل يعني هيبقى لكن مش متخيّلة إنها تبقى صور فاضحة، لكن وارد برضه، ما هو أنا كوني أكون سيدة ملتزمة أو حتى نصف ملتزمة، ما أنا برضه مش عايزة إن أنا أتحط في وضع مُحرج، لكن في حالتِك أنتِ موضوعِك طبعًا كحل موضوع هو سهل أوي إنِّك تقولي لأخوكِ، ده موضوع ما فيهوش أي مشكلة وهيتحل معاه. لكن هو ليه بقى هو عمل كده؟ عشان هو راجل واطي. أنتِ بتسأليني ليه؟ ده راجل واطي، أنا مش هاقول لِك إن ده مريض، ده مجرم، لإنه طالما المعلومات دي بيبتز بيها ماليًا، فهو مجرم. المريض اللي يحب يعرف معلومات عنِّك لمعرفة المعلومة، بيتجسس لإنه عايز يعرف كل اللي حواليه فيه إيه، لكن صاحب أخوكِ ده آآ للأسف هو راجل خان الأمانة وما احترمش البيت اللي دخله، وبالبلدي أوي واطي، وربنا يكفينا شر الناس دي.